السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نحل مشكلة احتكاك عوامة السفون بجدار صندوق الطرد الداخلي؟ بيحصل كتير زي ما احنا شايفين هنا اهو، احتكاك ما بين العوامة والسفون. العوامة مش بتتحرك، مش بترتفع لفوق، ومن هنا برضو في احتكاك من الجنب اهو. فالحل واحنا بنربط صامولة العوامة من اسفل، قبل ما نربط بنثبت هذه الخشبة بالعرض، خشبة من جدار السفون للعوامة عشان العوامة ما تلفش معانا واحنا بنربط. نثبت العوامة في الوضع العرضي كده بالعرض مش بالطول، ونبدأ نربط الصامولة بإحكام من تحت. وجود الخشبة هيمنع العوامة انها تلف. طيب ازاي نبعد اكس العوامة عن جدار السفون؟ قطعة خشب زي ما احنا شايفين، بنعمل فيها ثقب بالشنيور ونخليه على شكل مربع باستخدام حد المقص او المفك رفيع. المسافة دي بتكون كافية عشان تبعد الاكس عن وهنا بنحط مسمار تثبيت احكام عشان نزنق بيه على اكس العوامة. ومن هنا كمان ممكن نحط مسمار يبعد الخشبة او يقربها من السفون. كده بشيل الخشبة بقى اللي بالعرض بعد ما العوامة ثبتت. زي ما احنا شايفين هنا العوامة بعيدة اهو، في خلوص بينها وبين السفون. كذلك من هنا اهو في خلوص، تتحرك براحتها مع ارتفاع المية بترتفع. ارجو ان يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.